نعم محمد، مغارة موسى التي استغرق تقريبا حفرها حوالي 100 عام وعمرها يزيد عن 200 عام. نحن الآن نتحدث مع الجيل الثالث تقريبا لملاك هذه المغارة. هذه المغارة التي أول ما بدأ حفرها من أجل الرمل الموجود فيها، رملة المازار المشهورة هنا، والتي أغلب بيوت بلودان القديمة تقريبا مبنية من هذه الرملة، على مسافة تقريبا أو على مساحة حوالي 7000 متر مربع بطول حوالي 300 متر. سنصحبكم في جولة داخل هذه المغارة وسنلتقي مع صاحب هذه المغارة التي سميت مغارة موسى لصاحب هذه المغارة الذي اسمه موسى. ولا تزال نفس العائلة تمتلك هذه المغارة، حولتها إلى منتجع سياحي تلقى زيارة من عشرات العائلات يوميا، خصوصا في موجة الحر التي تشهدها المنطقة. الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا، الله يعافيك. انت الجيل الثالث من ملاك هذه المغارة. تحكي لنا عن مغارة موسى، اللي بيميزها، كيف بدأ الحفر؟ هلا المغارة باختصار هي الغاية كانت استخراج رمل المزار. كانوا يستخرجوا هذا الرمل للبناء. هذا الحكي 120 سنة تقريبا. فأجدادنا الله يرحمهم هن اللي حفروا هاي المغارة. كان جبل وبلشوا حفر تدريجيا، وتوسعت معهم وعملوها بطريقة هندسية بحيث انه تحمل الوزن عن طريق الأقواس هاي الأعمدة. اليوم الزائر لما بفوت على مغارة موسى، شو أهم ما بيميزها سواء من درجة الحرارة أو الرحلة إلى الداخل؟ شو؟ لا، هي فيها الشيء المميز هو الجو بارد. درجة الحرارة 16 17 على مدار السنة، يعني بارد بالصيف وبالشتاء دافية. وفيها نبعة مي، فيها قوارب، فيها أسواق تجارية، فيها مطعم كافتيريا. طيب لو حكينا كسؤال أخير لحضرتك عن الزيارات، هل تتمتع بزيارات سواء من داخل سوريا أو خارج سوريا؟ هلا الحمد لله عم يجينا زوار من كافة المحافظات السورية، وحتى عم يجينا من كافة الدول، دول الخليج، الكويت، السعودية، قطر، البحرين. الحمد لله يعني، وفي إقبال الحمد لله. الله يعطيك العافية. راح نحاول نلتقي مع حدا من الزوار لهي المغارة بالوقت الحالي. الله يعطيك العافية. كيف حالك؟ الحمد لله. طمنا عنك. بنعمة والله. من وين جاي؟ الشام والله. من الشام. ليش قصدت مغارة موسى بالذات؟ والله أنا بعرفها من زمان يعني. جاي كذا مرة والله. الطقس تبعها بياخذ العقل يعني مو طبيعي. درجة الحرارة بتكون برا يعني 40، تفوت لهون يعني بتصير تحت ال 20. صحيح. فوالله يعني بطلع كثير يعني بشكل مستمر عليها الحمد لله يعني. وجوها كثير حلو رائع يعني. كيف شايف السياحة بالبلد؟ والله بشكل عام قليلة شوي بصراحة يعني. ايه قليلة يعني، ما عم يجي إلا قليل يعني، ونتيجة الظروف اللي صايرة بالبلد يعني. يعني نسأل الله إنه الفرج له البلد. الله يعطيك العافية. عافاك الله. إذا محمد، هذه المغارة التي تمتد ل 300 متر، مثلما نشاهد رحلة في الزوارق في البحيرة تقريبا الموجودة هنا، بالإضافة إلى مطاعم، بالإضافة إلى بعض التذكارات التي يمكن للزوار شراؤها. درجة الحرارة المنخفضة، درجة الحرارة الآن في الخارج تقريبا حوالي 40 درجة مئوية، بينما داخل المغارة حوالي 17 درجة مئوية. هي أهم ما يميز مغارة موسى في منطقة بلودان، التي هي بدورها منطقة سياحية كانت تشهد زيارات من كافة أنحاء العالم إلى هذه المنطقة. حركة السياحة عادت، ولكن في انتظار أن يكون هناك زخم أكبر لحركة السياح سواء في مغارة موسى أو في المناطق السياحية هنا. إليك محمد. نعم، مراسل الجزيرة مباشر إبراهيم زيدان من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.